حول الأقمصة وشعار الكاف في القميص. وحسب المدير الرياضي للنادي توفيق قريشي لن يبدأ المباراة إذا لعب نادي نهضة بركان بذلك القميص الذي يحتوي نادي بركان بذلك القميص. اش عملنا سيدي هذا فما حاجة نتطرق لها أنا ديما ماهوش يعني نيجاتيف، لكن هذا واقع الحال. يقول لي لقجع هو العنصر الأقوى في إفريقيا لدى الكاف، يعني لقجع عنده ينجم يكون عنده يد في الحكاية، في قرارات في قرارات الكاف. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ذهاب في الجزائر مباراة الإياب شكون نهار الأحد. القرار كابتن حسب رأيك كان متوقع أنه الكاف يؤكد أو يعتبر اتحاد العاصمة منهزم 3-0؟ توقعتوا القرار؟ أنا أجهل لائحة القوانين. إذا الكاف قررت فأن القانون يسمح لها بهذه الديسيزيون دي، بهذا القرار لا اكثر ولا اقل. اذا القانون واضح في لوائح القانون واضح. حاجه اخرى ما نحبش نطفل على الامور ما نعرفهاش الحق، فهمتني؟ هذاك هو لو او القانون يسمح به فهذا قد طبقت القانون. محمد القرار هذا توقعته؟ شوف مين توقعته ولا ما توقعتوش هذيك حاجه اخرى، لكن اول حاجه هذا قرار يتحملوا الكاف بدرجة أولى. الكاف هي اللي هيئة أرضية لصراع بين نقولوا نحن زوز بلدان اخوات، زوز بلدان شقيقين. هي المتسبب تعتبر الكاف بما انه وافقت على القميص هذاك اللي يحتوي الخريطه. شوف اول حاجه الكاف تعرف كل شيء، تعرف يعني في الامور السياسيه عندها علم، ويلزم تكون عندها علم بكل شيء، بكل كبيره وكل صغيره وكل كل حاجه تنجم، كل موضوع ينجم يعمل مشكل. في الحاله هذه تعرف الصراع ما بين الجزائر وما بين المغرب والعلاقه المتوتره. انت كي تعمل هكاك زدت وترت العلاقه اكثر. وان بلوس فما حاجه نتطرق لها انا ديما ماهوش يعني نيجاتيف، لكن هذا واقع الحال. يقول لي لقجع هو العنصر الاقوى في افريقيا لدى الكاف، يعني لقجع عنده ينجم يكون عنده يد في الحكايه، في قرارات في قرارات الكاف، في نقولوا نحن قرارات لصالح بلاده. نقول لك الحاجه هذه اول حاجه سياسيه. نورمالمون الكاف ما يدخلش تحت الغطاء هذايا، نورمالمون الكاف ما يكون محايد في الحكايه هذه. باهي اتحاد العاصمه كابتن يلعب نهار الاحد، مش يعملوا الحل. شنو الحل؟ والله اعلم الحل صحيح او خاطئ. شنو الحل؟ ان المباراه ستدور على ملعب تيراناتر. ليه عاد سيد تم اتخاذ القرار ومباراة اياب نهار الاحد. معلش خاطر اللي قريته انت ممكن قديم شوي، لكن القرار صدر 3-0 ينهزم اتحاد العاصمة في الذهاب في الجزائر. مباراة اياب نهار الاحد في المغرب. اتحاد العاصمة قبلت هذا القرار هكا ليه؟ ما عندهاش حتى خيار. لا ما قبلش القرار في بالي طعن في القرار وتوجهت للفيفا. ما عندهاش خيار تو. ليه التاس يطول معناها؟ فما قانون اي تطول. استنى باش نقول لك شنو باش يصير. اتحاد العاصمة سيتنقل إلى المغرب غدو نهار الجمعة من أجل لقاء العودة، وسيكون في استقبال ممثلين نهضة بركان بالطبيعة. اتحاد العاصمة سيتبع البروتوكول الخاص باللعبة من لحظة وصوله إلى ساعة اللقاء، يعني تدريب رئيسي بالملعب، ملعب المباراة، اجتماع تقني، إجراءات روتينية لمباراة الإياب. اتحاد العاصمة سيذهب إلى ملعب المباراة ساعة ونصف قبل اللقاء، سيدخل الملعب ويقوم بعمليات الإحماء وإجراءات الحكام حول الأقمصة وشعار الكاف في القميص. وحسب المدير الرياضي للنادي توفيق قريشي لن يبدأ المباراة إذا لعب نادي نهضة بركان بذلك القميص الذي يحتوي نادي بركان بذلك القميص. اش عملنا سيدي؟ هذايا حسب كابتن تقارير صحفية وتصريح المدير الرياضي لنادي اتحاد العاصمة توفيق قريشي. دونك ننتظروا نحن شنو باش يصير نهار الاحد، لكن قال انه اتحاد العاصمة سيتنقل ويقوم بكل الاجراءات. كان نهضة بركان لبس القميص اللي فيه الخريطة، قال لك ماناش باش نلعبوا. هذا شنو قرينا في وسائل الاعلام الجزائريه. الناس كل حره في قراراتها. اعتقني من هذا الموضوع والله العظيم نعرف كابتن حساس الموضوع، حساس جدا، معناها مقلق ياسر. راح يساعد ما حقوش يصير كابتن. هذا ما حقوش
بالتفاصيل جمله وبالتفصيل وجمله. بون نمشيو الموضوع. وشفنا تبعات الكل نتاع المباراه هذه، الغاء مباراه في كرة اليد بين منتخب الجزائر ومنتخب المغرب أقل من 17 سنة، معناها مينيم 16 سنة. ما نعرفوش اسكو الملاعبية الجزائريين في المغرب يتوجهون إلى فسخ عقودهم أم لا. معناها فما عديد كابتن التابعات على الله يهدي الجميع. اتحاد العاصمة ونهضة بركان، الله يهدي الجميع. به عقوبات ثقيلة راهو تنتظر اتحاد العاصمة إذا ما يلعبش ضد فريق نهضة بركان. نشوفوا شنو باش يصير. ما ممكن يتوجه إلى الفيفا كما قال محمد في قادم الساعات وقادم المواعيد، نفهموا أكثر شنو باش يصير بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان. على الإمارات على لاعب تألق في الشامبيونز ليغ الآسيوية، وتألق مش أي ضد فريق يا كابتن لم ينهزم منذ الصائفة الفارطة منذ شهر أوت اللي هو الهلال السعودي. وسفيان رحيمي اللي سجل ثلاثية في الذهاب ضد الهلال خدمته مطلوبة من فرق كبيرة، النصر فريق كريستيانو رونالدو، الهلال، وحتى كلام على الأهلي المصري. سفيان رحيمي كابتن ترند في عالم كرة القدم. صحيح. هو تو الوقت حاضر أفضل لاعب، خلينا نقول من أفضل اللاعبين في العالم العربي حتى بكل صراحه. مثالش افضل لاعب افضل لاعب بور لو مومون هو افضل لاعب، هو انتخب افضل لاعب في الدوري الاماراتي. توا اختيره ولا انتخب اختيره انتخب رئاسيه انتخابات كابتن عايشين. فهمتك انا كابتن في المود تاع الانتخابات والقائمات وهذا كله الرديء تاع الانتخابات عندنا بتاع الكوره، فهمتي ما فاهمين شيء حاصل. وهذا نار سفيان رحيمي من ناحيه اخرى فهمتي رحيمي وكثرت العروض. راهو رحيمي كي تقول ماركا سجل 3 أهداف ضد الهلال، سجل 3 أهداف ضد النصر، وسجل هدفين ضد الفيحاء. 3 فرق سعوديه قهر الفرق السعوديه. 3 انا سميته قهر فرق السعوديه. 8 أهداف. وهو يتصدر قائمه الهدافين في الشامبيونز ليج تاع اسيا، ولاعب مهاره كبيره. وزد على ذلك بخلاف المهاره اللي عنده ان تالون اكستراوردينير، الناس كل تشكر فيه في العين باخلاقه وبانضباطه، ولهذا السبب معناه محبوب ياسر في العين والامارات. هو ياخذ في راتب من اعلى الرواتب في الدوري الاماراتي، 4 مليون يورو. 4 مليون يورو في ما يقومش في اوروبا في السنه. جوستومون راني جايك. هو خذاه ب6 مليون من الرجاء. فما ناس يقول لك يقعد في العالم العربي خير عليه، لا فما عنصريه، لك انت عربي لك مسلم، لا رمضان لا حد شيء، لا فماش عنصريه. زد على ذلك ان الرواتب احسن بكثير من اوروبا اللي ما تخلصش عليهم الاداءات. فهمتي توا فما عنده دي زوفر من السعوديه معناها خاصه نادي الشباب 20 مليون يورو. ولكن انا نعرف ان نادي العين مش حكايه فلوس، ولكن مش يجدوا له يكون زاد يعليوا في الراتب نتاعو. ولو ان الطموح نتاعو وحلمه هو من اللي كان في الرجاء كان يطمح باش نهار يلعب في الدوري الايطالي. 24 او 27 سنه معناه مازال سفيان رحيمي عنده ما يقول في روحه. كابتن الموسم الاول مع العين سجل 8 واعطى 9 اسيست، يسجل ويعطي اسيست. الموسم الثاني 11 الموسم هذا لحد الان عنده 7 اهداف و2 اسيست في البطوله هذه. نحكي راهو مانيش نحكي على الشامبيونز ليغ، هذوما ارقامه المحليه في الدوري الاماراتي. محمد اللاعب هذا اللي عاد مؤخرا الى تشكيله منتخب المغرب وتلقى دعوه من وليد الركراكي. يعجبك سفيان الرحيمي كلاعب؟ يعجبني كلاعب ولا مش حكايه يعجبني انا كلاعب، لكن تويك امين فما بوست مفضل على فما مراكز حساسه مفضله على اي مركز اخر. المراكز الهجوميه هي المطلوبه اكثر حاليا يعني، والفرق لندرة المهاجمين والفرق عموما يعني تو حاليا اكثر يقظه في الاكتشافات يعني. تو سنه الكوره اللي كل عام يلزم تطلع لك كعبه، كل عام فما يسطع نجم جديد في الكوره، خاصه كما قلت لك احنا حتى قبل يعني من قبل الكورة قبل اغلى لي جوار هما لي جوار الهدافين المهاجمين واكثر اهميه لي جوار بيركيتون اللي
يمشي واللي يصنعوا اللاعب اللي يتعمل عليهم، اللي يعمل لك سوبريوريتي يفسخ واحد ضد واحد بسهوله. حاليا حتى في البرازيل قاعدين يرجعوا للتقاليد هذيك، التقاليد نتاع الاكتشافات نتاع لي جوور بيركيتون اللي يمشي ويفسخ لك اللي يقولوا احنا دريبلور قبل. تويك حاليا قاعده ترجع سي سورتو في الخليج كي تلقى انت ملاعبي، واحنا الجماهير تحب الشيء هذاك، تحب الملاعبيه هذوك، تحب النوع، تحب النوع هذيك، وخاصه كي يبدا ملاعبي فيه المواصفات هذيك لكن ناجح هداف تكون اكثر قيمته اكثر. وبطبيعه الجماهير كي تطالب المسؤولين خاصة في الخليج قادرة باش تلبي نداء للجماهير، قادرة باش تجيب، قادرة باش تدفع. المهم إرضاء الجماهير ويعمل جمعية باهية. كان جيت تلعب أنت في البرايم نتاعك في أوج عطاك، قداش تتباع في تونس أنت اليوم كمحمد سليتي؟ ها؟ شو كتحكي؟ اعطيني رقم ليلى، ما تفسر ليش وما تعمليش تحليل، نحب رقم. اعطيني رقم لا نحب نحرج، وانا جايبه لهنا باش نحرجوا يخلص علاش ما باش نحرجوا انا. لا انا قلت اعطيني لك رقم، قلت لك رقم اعطيني رقم 3 ارقام 4 ارقام انت صبر باهي. شوف قبل انا قلتها لك قبل، قلت لك اخر العنقود في لي زافونسونتر كلاسيك اللي ذو جوده انا وعلي الزيتون. واعوذ بك الله من كلمه انا، ولو ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا خير ولد ادم ولا فقر، يعني يقول انا نقول راني هكا وهكا انا وعلي الزيتوني اخر العنقود في لي زافون سونتر كلاسيك ذو جوده. لكن كي تجي في وقتنا تويك بالسوم توا اللي يتباعوا به الجوارات، نقول لك انا حكايه كيما هكا، لا ما نجمش نقول لك حاجه. لكن في تونس تتباع بقداش؟ فما ملاعبيه عاديين وياخذوا في برشا. واسمع مش انت بقداش قيمه الصفقه انت لو تنتقل مثلا من عارش انت من الاولمبي الباجي الى تكون اعلى صفقه في الى الترجي بالله والله. باهي اوكي. انا نحكي لك على قيمتي انا. كابتن نحب صح معلومه. تفضل. البارح عملت غلطت. فاش غلطت كابتن؟ غلطت في مالك مانشستر سيتي، ليس هزاع بن زايد ولكن منصور بن زايد. منصور وهزاع البرينون انت غلطت فيه. هما خوات فهمت ولا؟ ومنصور كلمك البارح بالتليفون كابتن؟ يا ودي شو الحكايه عملت لي؟ طلبك يا ودي ما طلبني حد. ما طلبكش. تبقى زاد حتى الشيخ منصور بن زايد بخلاف سيتي عنده جيران، انت تقول جيران اش بها الاولانيه؟ اي مو كابتن خو غوارديولا هو اللي رئيس. والشيخ منصور زاد عنده راهو جمعيات في امريكا، مش حتى في كرة القدم عنده برشا حوايج. دونك الاستثمار الكبير والكبير جدا في الرياضه. يجيبوا يستثمر هنا معنا في الاذاعه يا ودي تو شنو يا اخي شكون نجيبوا يستثمر هكاك الشيخ منصور تو كلام هذا فهمتني. باش نعقب شويه على راهو مش المهاجمين هما اغلى اجر واغلى، حتى المدافعين توا المدافعين اللي اغلى من المهاجمين توا هذا خاطر اللي حاليا تحكي اللي المواصفات نتاع المدافع هو خاطر قدامه دي زاتاكون رابيد. دونك لازم يكون له ان كونترا خارق العاده، لازم يكون تكنيسيان باش يخرج كوره، لازم يكون باهي في الديوال، لازم يكون باهي في كذا. دونك معناها يختاروا المواصفات هذه، والمواصفات هذه لها ثمن فهمتي. وان واخر انفورماسيون للاعب المهاري سي سفيان رحيمي عنده يا سيدي في الانستغرام 994,000. اوه شنو كابتن دورت انستغرام؟ لا انا فاجأتني انت تو تدخل لي على حاجه. انت فيسبوك ما عندكش، اما عندك انستغرام كابتن؟ ما عندي حاجه شيء انا يا ولدي راهو تليفوني هذا عم بيالو. ليفربول خسر الدربي 2-0 ضد ايفرتون. قيمه